السلام عليكم اخواتي وحبيباتي المشتركات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم خياتي جيت نخيط معكم انغوب بزاف شابه توالم لفصل الشتاء، تلبسوها في الاعراس ولا يعني للبنوتات الصغار يلبسوها مع لي بوت وكامل كيما كل وحده والاختيار تاعها. الموديل جبتو لي الزبونه رسمته لي على ورق، وانا يعني ديت بعض القياسات كيما راكم تشوفوا الطول، وايضا المسافه بين الخصر والارداف، لانه هادو يختلفوا من وحده لوحده، ويعني الاكمام شحال العرض تاع القطعه تاع الاكمام. المهم اختارت هذا الموديل يجي شباب. انا هنايا اخترت لها يعني هادو النوعين تاع القفالي، كي يكون هكذا تاع عراس ولا تقدروا ديروا هذا اللون الدوغي يعني، ولا شوفوا هنا اختارت هي اللي بوتوها من الجوانب. انا اخترت لها هادو في الدوغي لانه هذا القماش ما يتجعدش، على هذيك اللي قلت ندير قفالي في الدوغي وندير في ايضا السحاب في الاكمام. اما هي يعني حبت قفالي خشان، لكن دوك الاختيار يرجع ليها. انا يا شريت ودوك هي تخير واش من نوع دير على حساب الموديل هذا وين تلبسو. كما قلت لكم موديل شباب، قماش هذا جديد في المحلات، لانه سقسيت صاحب المحلات واسمو قال لك الموديل جديد، لكن المشكل في هذا القماش ما يتجعدش، يعني كي تلبسيه لازم تزيدي القياسات باش ما يجيكش، باش يجي مريح في الجلوس تاعو كامل. لانه هذا الموديل تاع لي غوب لي جو على حسب لاطاي لازم يكون القماش تاعهم يتجعد. المهم طويت القماش تاعي على 4، ودائما الطريقة الصحيحة للطي جهة العرض، يعني عرض القماش نطوه على 4. بما أنه هذا القماش ما يتجعدش تقدروا تطووا جهة الطول وما فيش رسومات. هنايا نحسب الطول الكلي، هنا مولاتها يعني حبتها 1.30 متر، نزيد دائما 5 سنتيم اللي يروح في الكفافة ويروح في الخياطة في الكتفين، يعني نزيدو 5 سنتيم. قصت لها قالت لي ديريها لي 1.30 متر، وكما قلت لكم 5 سنتيم زيادة. هنا طويت على 4. هذا الجهة المفتوحة راح نديرها للخلف فيها السحاب، وهذه الجهة المغلوقة هي تاع الأمام. نبدأ من الجهة هذه اللي طوينا منها القماش، نحسب هنايا نحسب 8 سنتيم تاع الرقبة و20 سنتيم تاع الكتف. الكتف هي القياس اللي يجي بين العظمة والعظمة تاع الكتاف. المهم نقسموها معظمها تكون 20. هنا نحبطو ب3 سنتيم بعد ما درت كما قلت لكم 8 سنتيم تاع الرقبه، وندير خط المائل هذا اللي حبطنا ب3 سنتيم تاع الكتفين. هذا النزول تاع الكتف باش ما تجيكمش يعني القندوره الرقبه تاعها تاع الامام والخلف تولي لكم القدام ولا تروح لكم اللور، يعني يحكم لك الكتاف. هذا هي علاه ننزلوا في الكتفين. وفيها قاعده هي عرض الكتف تقسيم 5، يعني 20 سنتيم 40 سنتيم تقسيم 5 تلقاو القياس تاعها شحال نزول، لكن معظمها نزلوا ب3 سنتيم. درنا الرقبه حبطنا ب4 سنتيم، والرقبه تاع الامام ب10 سنتيمتر. من بعد هنايا حبطنا ب20 سنتيم باش نديرو دورة الصدر، اللي هي دورة الصدر زائد 4 سنتيم. هنا عندي دورة الصدر 100، زدت لها 4 سنتيم باش يجي مريحة ما تجيش مزيرة بزاف. من بعد قسمتها على 4. شوفوا نقسم المتر على 2، من بعد نزيد نقسمها على 2، يعني قسمناها على 4 باش نلقاو حوالي هنايا لقيت حوالي 27 سنتيم. 26 27 سنتيمتر، هاي ليك 26 سنتيمتر. نزيد لها 1 سنتيم تاع الخياطه تولي لنا 27 سنتيمتر، اللي هي ربع دوره الصدر. ربع دوره الصدر ننزلوا ب20 سنتيم، اللي هو طول الظهر 40 سنتيم، نقسموه الى نصفين. تحبي تنقصي 2 سنتيم يعني تحبطي ب 18 سنتيم، لكن اللي تحبها مريحه تحبط بالنصف الظهر يعني. من بعد نديروا هذه الزاويه القائمه من الامام. شوفوا قسمنا طلعنا بسبعة من الخلف هذه نقسموا 7 سنتيم، يعني نطلعوا عفوا من الاسفل من هذيك الزاويه القائمه ب7 سنتيم، ونديروا الدوره هذه حردة الابط. اما الامام بما انه نفصلكم الامام والظهر كيف كيف نقسموا هذيك المسافه تاع 20 الى نصفين، يعني نلقاوها 10 سنتيم ندخلوا ب2 سنتيمتر، يعني تقريبا كيف كيف هي تنوض تطلعي ب7 سنتيم. درنا هذه الحردة. هذه حوايج ماشي يعني مهمين، يعني تكون عندك القاعدة كيفاش تقيسي. هذه فقط تاع تدخلي في الامام، لان الامام الصدر بارز لازم ما يكونش هذيك التكميشه اللي تجي تحت الابط. بصح حتى لو درتيها كيف كيف كيما الظهر كيما الامام تخرج لك ربا تهبل. هنا قسنا الطول كما قلت لكم. هنا حبط، شوفوا نعاود لكم نحبطوا ب40 سنتيم تاع الظهر، هاي ليك يعني معناتها نحبطوا هنايا
بحوالي من 18 حتى ل 20 سنتيم، نحبطو ب 20 سنتيم باش نلقاو طول الظهر. بما انه حبطنا ب 20 في دورة الإبط يعني في دورة الصدر، نزيدو نحبطو ب20 وحدة اخرى. هنا الخصر تاعها هو 90 سنتيم، نزيد له انا تاني ايضا هذيك 4 سنتيم ونقسمها على 4. هاي ليك نلقاو حوالي 23 هكا سنتيم، ولا لانه كل وحده ولاطاي تاعها. كاين اللي تكون عندها الصدر وما عندهاش البطن، يعني الخصر تاعها داخل. كاين اللي عندها الخصر والصدر ما كاش. على هذيك اللي نعطي لكم دائما القواعد. نروح نكمل لكم هنا البانسات. الا درتي 1 سنتيم من كل جهه يعني تزيدي 2 سنتيم، ولا درتي فيها 1.5 سنتيم تزيدي 3 سنتيم بعد ما كنتي حطيتي القياس تاع ربع دوره الخصر تاع الزبونه. يعني دورتي المتر على الخصر تاعها، من بعد تزيدي هذيك 4 سنتيم وتقسمي على 4، تحطي المقاس تاعك وتزيدي هنا 3 سنتيم تاع البانسات، ونديروا هذا الخط من دورة الصدر لدورة الخصر. هنا شوفوا واش راح نقيس. حبطت ب 20 سنتيم باش لحقت للخصر، دوكا نزيد 20 سنتيم واحده اخرى باش ندير دوره الارداف. بما انه هذه لاغوب هذه تجي على حساب لاطاي، لازم نديروا دوره الارداف. نحبط هنا ب 20 سنتيم واحدة أخرى، يعني من الرقبة للتحت نحبطو ب60 سنتيم باش نلقاو الأرداف. معظم القياسات كما قلت لكم كامل كيف تختلف، وحدة طويلة وحدة قصيرة. هذا ما كان. الوحدة طويلة دائما نلقاو الطول تاع ظهرها 45 سنتيم يعني طويلة، وهنا نحبطو أيضا بحوالي 25، معظمها نحبطو ب20. وهنايا دورة الأرداف قسمتها على 4 نلقى حوالي 30 سنتيمتر. ودائما نزيدوا 1 سنتيم تاع الخياطه للمبتدئات. هنا تقدري تزيدي حتى ل2 3 سنتيم. من بعد كي تخيطي وتجي الزبونه تقيسي عليها ترجعي هذيك الخياطه على الداخل. يعني كاينه اللي تقول لك خيطي لي وديري لي على الداخل باش كي نتعمر راني شينت كي نتعمر نفتح الخياطه تاع هنايا. اللي تقدري تزيدي بعد ما ديري كامل الخطوط هذا الخط تاعك، زيدي هنايا 2 سنتيم حتى ل 4 سنتيم باش تبيني بلي الخياطه تخيطي في هذا اللي حددتيه الاول، والاثنين ولا 3 سنتيم كما قلت لكم حتى 4 سنتيم يجوا على داخل القندوره، عفوا لاغوب هذه. بعد ما حبطنا كما قلت لكم 60 سنتيم ودرنا ربع دوره الارداف ربع دوره الارداف يعني دوره الارداف تقسيم 4، رحت للطول الكلي حددت نفس المسافه تاع الارداف درتها لتحت. هاي ليك 31 كما قلت لكم. المقاسات يتغيروا بزاف. اللي تقول لي عطيني مقاس الان قلت لكم حتى لو نعطوا لكم المقاسات كاين كل وحده تختلف على وحده عندها البطن كما قلت لكم، وحده عندها الارداف والفوق الصدر ما كاش، وحده عندها الاحسن تتعلمي تدي القياسات وتقسميهم. الدورات هذوك تدوري المتر على الصدر على الخصر اضيق منطقه، وعلى الارداف اكبر منطقه، وتقسميهم. تزيدي دائما 4 سنتيم كي يكون قماشي ما يتجعدش وتقسمي على 4، لكن كي يكون قماش الاستيكي مباشره تقسمي على 4. هنايا شوفوا حبطت للخصر تاعي ب 40 سنتيم باش نحدد المكان اللي ندير فيه البانسات. لو كان ما ديريش لا بانس في هادو لاغوب هادو اللي يجوا على حسب لاطاي، راح تجي في الخصر كما نقولوا حنا عريضه مقفه ولا كيفاش يقولوا، كل واحد كيفاش يقول، تجي ما تبرزلكش يعني الخصر تاعك. غير الا كان قماش الاستيكي. حددتها قسمتها. تشوفوا حبطنا ب40، من بعد دخلت ب10 سنتيم وطلعت ب10 سنتيم، والنزول تحبطي تحت للحوض تحبطي ب10 حتى ل 12 سنتيمتر. هذه الطريقة يعني كما قلت لكم دخلنا ب10 سنتيم من المنتصف، يعني هي 10 سنتيم هذه المسافة بين الحلمتين. من بعد هنايا درت 1.5 من كل جهة. هذيك 1.5 اللي تولي 3 سنتيمات اللي زدناها في الجوانب. دخلتي ب1 سنتيم تزيدي 2 سنتيم تاع البانسات. ودرنا لقيت هذه النقاط على الشكل هذا المعين هذايا. من بعد دوك نوريكم كيفاش نخرج البانسات في القطع الاخرى، يعني الجانب الاخر تاع الامام والخلف ايضا. نبدا الفصاله تاعي، نحي القطعه تاعي هذيك اللي راح نفصل بها الاكمام والرقبه، ونفصل الرقبه تاع الخلف. نبداو دائما الفصاله من الخلف، نقطعوا قبل القطعه الخلفيه. شوفوا هنا نحبطوا مباشره هاي ليك حردة الابط تاع الخلف ونفصل
هنا اللي قلت لكم تقدروا تزيدوا في الجوانب، واللي دير السحاب في الجانب ايضا تخلي مسافه 2 سنتيم. لكن كي تكوني تخيطي بماكينه الخياطه ديري حسابك باللي هذيك 2 سنتيم تولي للداخل. هنا الرقبه من الامام، هنا الرقبه حبطت ب10 سنتيم ودرت الحرده هذه، لكن وليت زدت لها 2 سنتيم ولات لي 12 سنتيم. علاه؟ لانه وين حوست اللون تاع السحاب باش نديرو من الخلف، كنت راح ندير السحاب من الخلف بلون القماش ما لقيتش، وليت درت السحاب تحت الابط. وهذاك الكلغولي لازم، لانه الموديل هذا شتو كلغولي، لازم نزيد للرقبه باش يجي مريح في اللباس تاعو. هنا شوفوا دخلت ب 2 سنتيم تاع الامام. نعاود لكم تحبطوا ب 12 سنتيمتر باش يجي مريحه، يعني يدخل الراس بسهوله. لانه هنايا كنت حبطت ب10، كنت دايره في بالي راح ندير السحاب من الخلف في هذا المكان. يعني السحاب لازم يكون فيه حوالي 40 حتى ل 60 سنتيم، يعني حتى للخصر باش كي تلبس بأريحية. شوفوا كيفاش نحدد البانسات. زربت لكم هنايا المقطع، في كل زاويه ندير ابره هذه تاع لي بانغ، ومن بعد نقلب بلا ما نعاود نزيد نحسب، وباش يجوا كيف كيف كيما الجهتين، كلتا الجهتين كيف كيف. من بعد ندير هكذايا علامه في المكان اللي خرجت منه الابره، ونلاقي هذوك الزوايا بالمسطره هاي ليك للجهة الأخرى للخلف كامل كيف كيف. هذه هي. ما حبيتش نحي هذه الخطوة باش للمبتدئات. شوفوا دوكا نحينا القطعة، نزيد ندير القطعة الثانية كيف كيف. هذا مكان. وايضا كما تكون هكذا كما قلت لكم موديل هكذا على حسب الخصر. حتى الظهر نديروا له بانسه صغيره فقط ماشي كبيره. دوك نكمل لي بانس تاوعي هذوما، نزيد ندير لهذه القطعه تاع الظهر هذيك باش يجي يعني الخصر باين، وحتى من الخلف ماشي الخصر كما يقولوا الخلف يجي ما يجيش خارج في الخصر. شنو تكونوا فهمتوها؟ في الظهر ما يجيش هذيك المكان السحاب يجي بارز. شوفوا دخلت ب1 سنتيم ورحت بالزاويه منعدمه من الرقبه حتى حوالي لتحت حتى 10 12 سنتيم. هاي ليك يعني مكان البنسه هذه وين نديروا السحاب. ان شاء الله يكون مفهوم. تقدري حتى تدخلي حتى 2 سنتيم فهنايا، وما راحش تبان هذه البنسه لانه راح تلصقي فيها السحاب. هنا قسنا اللي حبطنا كما شفتوا ب 60 سنتيم حتى الارداف، نزيد 10 سنتيم. علاه؟ نزيد نحبط هذه تاع الارداف، نزيد نحبط من لهنا ب 10 سنتيم 8 سنتيم المكان اللي راح ندير فيه هذوك القفالي، لانه راح نديرو كل مراد اللي يجي في الرقبه كما يعني دوك في الخياطه تفهموا اكثر. المهم ما راحش نلصق هكا قفالي فقط عشوائيا، راح ندير كانه مفتوح ولكن هي مغلوقه باش تجي الشلقه هذيك في الجوانب. هنا حددت هذيك القطعه اللي حبطناها يعني تقريبا ب70 سنتيم من الكتف هكا باش تفهموني اكثر. نحيت هذه القطعه باش نروح نفصل الاكمام. عاود فتحتها لكم باش نزيد نفهمكم. هنا شفتوا في الجوانب نحينا قطع هذوما اللي كانوا هنايا، هادو اللي راح ندير بهم هذوك المراد، ما على باليش باللغه تاعنا كيفاش يسموهم. المهم الفتحه كيما تاع القفالي، كيما لي شوميز، كيما البيجامات اللي يجوا هكذاك باش تركبي فيهم جهه تركبي القفالي وجهه تركبي الفتحه تاع القفالي. عفوا. هذه العرض تاعها 8 سنتيم باش كي نطوها تولي لنا 4 سنتيم. هنا عندي 4 قطع. هنا كملنا الجزء تاع الامام والخلف. دوكا واش بقى لنا نفصلوا الاكمام كيما شفتوا الموديل تاع الاكمام. هنا شوفوا القطعه هذه اللي فضلت لي، ما فضلتليش قيس الاكمام والكلغولي هذاك اللي يجي في الرقبه. شوفوا بديت نحسب واللي تعيط للزبونه يعني قلت لها زيدي لي القطعه تاع 20 سنتيم حتى يعني نص متر كي نطوها تولينا 20 سنتيم حتى ل 25 سنتيم. نص متر للرقبه لازم باش تجيك كلغولي. ولات قالت لي حوست ما لقاتش، وليت دوك نوريكم في الخياطه كيفاش سلكت راسي. هنا كملت فقط فصلت لكم الاكمام، يعني الرقبه مازال ما فصلتها. في الجزء تاع الخياطه راح تلقاوها. وليت طويت هكذايا. المهم تحصلت على 30 سنتيم. نعاود يعني قعدت نقلب في القماش ونطوي باش نتحصل على القطعه اللي تكفيني للاكمام. دائما تسيي كيفاش تقتصدي في القماش. هنا طويت هكذايا، خليت 5 سنتيم كيما شفتوا، من بعد زدت 14 حتى 15 سنتيم. علاه؟ باش نبدا هنا نقدر نقول لكم دخلوا ب 20 سنتيم.
كيما هكذا تدخلوا ب20 سنتيم. لكن هذيك ال5 سنتيم شوفوا يعني حوالي 20 سنتيم. هنا هذه ال5 سنتيم باش ما نحسبوهاش كي نحسبوا طول اليد، لو كان نحسبوها ما راحش يجي الموديل غونفلي في الكتفين، ما راحش يجي منفوخ. يعني مثلا الا كنتي راح ديري طول الاكمام هذوما 40 سنتيم لازم ديري 45 سنتيم طول الكم. قسمت القطعة تاعي إلى 2 وكل نصف قسمته إلى نصفين. من الجهة التحتانية الجهة المفتوحة دخلت ب2 سنتيم، والجهة هذه المغلوقة تاع الكتفين خرجت ب2 سنتيم، ولاقيت النقاط هذو الثلاثة. الأولى هي تاع الخلف، الأمام هذه، والخلف شوفوا كيفاش راح نروحوا من النقطة هذه، ما نخرجوش نروحوا مباشرة النقطة الثانية ونخرجوا باش تجي هذيك على شكل عين صغيرة. هذه الفتحة الظهر دائما يجي مريح باش كي تجبدي يديك هكاك ما يجيكش مزير. هذا هو الخطوة تاعها. حبطت هنايا بحوالي 25 سنتيم. هنا الجهه العلويه 30 سنتيم، هنا نقصت لها هذيك 5 سنتيم. اما طول الكم هنايا ديروا حوالي 50 سنتيم، وعلاه 45 هي طول الكم كامل هو 65 سنتيمتر. كي تنحي له 20 سنتيم تاع القطعه التحتانيه يبقى لنا 45. لكن كي زدت هذيك ال5 سنتيم باش يجيني كيفاش نقولوا منفوخ، تولي لنا هذه القطعه فيها 50 سنتيم باش يجيك منفوخ. هذه هي. دوكا هذه القطعه اللي قعدت لي كيما راكم تشوفوا اللي نفصل بها الجزء السفلي. هنا تحبيت تحددي، هنا نفوت نفصل. شوفوا فتحت القطعه تاعي باش الامام، لانه ما طبقتش كيف نحي تاع جهه الامام هذه شويه. هدايا هذا هو الفرق بين الامام والخلف، باش الخلف كي يعني تطوي ولا تغلقي يديك ما يجيكش مزير من الخلف. اما الامام باش ما يجيش هذاك تحت الابط بزاف هكاك القماش مكمش. هذا ما كان علاه ندخلو ب2 سنتيم. شديت القطعه هذه اللي فضلت لي راني نطوي فيها كما قلت لكم، بما انه القماش ما يتجعدش، يعني ما كيما فصلتيه يجي ماشي كيما كيكون يتجعد، لازم يكون الجهه اللي تتجعد جهه العرض. الطول تاعها كما قلت لكم 20، زيدي لها 2 سنتيم تاع الخياطه، والعرض تاعها دوك نوريكم كيفاش. هنا كل وحده والدوره الدوره تاع اليد تاعها كيما قلت لكم، بما انه ما يتجعدش وليت اتصلت بالزبونه قلت لها لازم ديري له السحاب ولا القفالي هنايا، ولات قالت لي ديري لي السحاب، وليت اخترت لون السحاب كيما لون هذوك تاع القفالي في الدوغي. درت هنايا الدوره هذيك تاع السفليه 20 يعني تاع 10، وهنا درت 14 سنتيم. هنا تختلف من وحده لوحده، وحده سمينه ما يجيهاش هذا المقاس، لازم تدوري المتر على اليد باش تعرفي القيس تاعها. وهنا هذا هو الشكل بعد ما كملت خيطها. طريقة الخياطة راح تلقوها في آخر الفيديو هنايا ولا في التعليق المثبت، يعني تدخلوا التعليقات تلقوها، ثبت لكم التعليق تاع الجزء الثاني تاع الخياطة، ولا تلقوه في صندوق الوصف، يعني نديرهم لكم كامل في 3 يعني تلقوها هنايا. شوفوا مع الأول وريت لكم القفالي هذوك الخشان كيفاش جا، والشكل النهائي بهذو القفالي يعني بهذه خرجت روعة. شوفوا خياتي والله غير في اللباس تاعها خرجت تحفة. لكن كما شفتوا حطيتها لكم فوق الطاوله هنا، صورت لكم بعد ما كملت لها القفالي. لكن في المانكا يعني مقاس صغير، وهذه يعني المقاس تاعها كل وحده لازم تجيها على حسب لا طيب، ما بانتش مليح في المانكا. لو كان ماشي يعني لا غالب باقي نوري لكم كي تلبسها مولاتها. لا غالب هذه هي، ما اقدرش نصور لكم يعني وحده لابستها، لكن عينكم هي ميزانكم. شوفوا هنا بعد ما كملنا خيطناها موديل خرج تحفه، يعني خرج هايل. كي تلبس هذو لي بانسي يتحكموا على حساب الخصر. هذه الرقبه شوفوا كيفاش سلكت راسي كما قلت لكم، ما لقيتش هي القطعه، ما لقيتش القماش خلاص في المحل، وليت موديفيت فيها ودرت لها هذه الرقبه كما حبتها، هاي اللي كيبين الخياطه في الوسط. يعني لقيت هذوك القطع اللي بقاو لي شوت ونحيت يعني قطعه باش فصلت لها الرقبه كما قلت لكم. شوفوا هنا راني حكمتها باللي زيبانغ من اللور وهكذاك، وما بانتش هذه الموديل لانه لازم تجي مزيره، ويجوا هذو القفالي في الجوانب تغلقيهم بالخياطه تبقى غير الشلقه يعني شويه من تحت. اللي حبتها طويله حتى الاسفل، اللي حبتها يعني ميدي، اللي هذه مولاتها يعني قالت لي العرس ونلبسها في بالبوت يعني تجيها
على بالي بلي تجي تحفه. وانتم ثاني تخلوا لي رايكم في التعليقات الى عجبكم الموديل، ما تنسوناش باللايكات وتعليقاتكم الجميله. وكما قلت لكم الجزء الخياطات تلقاوه في التعليق المثبت. انا نوريكم كامل كيفاش ركبت لها السحاب، كيفاش هادو كامل تلقاوهم في الجزء تاع الخياطه. خياطين تهلاو في رواحتيكم، نخليكم على بركه الله، نتلاقاو في فيديوهات اخرى ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النبي محمد صلى الله عليك، النبي محمد أصلت عليك، النبي محمد صلى الله عليك، النبي محمد